شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ حاجة كده بجد تحفة جدا. هعمل معاكم فراخ محشية بالرز والكبدة، بجد بجد تحفة جدا، وطريقتها سهلة وبسيطة مبتاخدش وقت مننا خالص، وكمان بتكون من الأكلات الحلوة جدا في رمضان. أتمنى الفيديو يعجبكم. لو انتوا جداد على قناتي، أنا اسمي أمل ودي قناتي أمل طه شانل. أتمنى الفيديو يعجبكم، وتنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. كل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بخير يا رب العالمين، ونعدي عليكم دايما بخير يا رب. يقول مع بعض عملنا الفراخ الحلوة دي ازاي. اول حاجه بحب اعمل كده تتبيله الفراخ المحشيه من قبلها بليله كامله، كاني بالظبط هتبل الفراخ المشويه. بجد بجد بتفرق جدا في طعم الفراخ المحشيه. لو انتوا بتعملوش الطريقه دي بجد جربوها، بتفرق جدا، بتدي لها طعم حلو خالص، بتخلي اللحمه كده بتاعت الفراخ المحشيه حلوه جدا. اول حاجه عندي بوله ببدا انزل ببصلايه مبشوره ناعم، وبعد كده هبدا انزل بمعلقه من الثوم الفريش، وبعد كده هبدا انزل بالبهارات، شطه حسب الرغبه، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بهارات فراخ، حوالي ربع معلقه من القرفه، بصل بودره، توم بودره، وبابريكا. وبعد كده هبدأ أنزل بالملح، حوالي معلقة صغيرة كده من الملح، والملح بيكون حسب الرغبة، وطماطم مبشورة، وشطة كده خضرة متقطعة قطع صغيرة وبتكون اختياري. وبعد كده بقلبهم مع بعض كويس جدا. التتبيلة بتاعتنا بسيطة جدا مفيهاش أي افتكاسات، بس بجد بتفرق جدا في طعم الفراخ. عايزاكم تجربوها، بجد بجد هتحسوا ان الفراخ كده كأنكم بتاكلوا فراخ مشوية محشية كمان، بجد بجد حلوة جدا. أول حاجة عندي الفرخة بتاعتي بتكون صغيرة حوالي كده، يعني حوالي كيلو كيلو 100. ببدأ أعمل كده فتحات صغيرة بسن السكينة زي ما انتم شايفين. بعمل كده فتحة عند الصدر. عايزة اقول لكم ان الفراخ دي فراخ مجمدة، بتكون فراخ اسم نوعها سادية، عشان خاطر في ناس نزلت الفراخ كده موجودة في مصر، ناس كتير قوي اعترضت على الموضوع ده. انا عشان عايشة في السعودية بنستخدم الفراخ دي على طول، مفيش اي مشكلة، بجد بجد حلوة جدا. اهم حاجة ان احنا نعمل لها محلول النقع اللي دايما بنعمله على طول، انا عملته معاكم قبل كده فيديوهات كتير. بعد كده ببدأ انزل بالتتبيلة، وببدأ اتبل الفرخة كويس جدا تحت الجلد وبطن الفرخة. بحاول كده اوصل التتبيله لكل مكان في الفرخه زي ما انتم شايفين. وبحط كده من التتبيله في الفتحات اللي انا عملتها عند صدر الفرخه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان احنا نتبلها كويس جدا، زي ما قلت لكم بنسيبها ليله كامله في التلاجة، بتفرق جدا في طعم الفراخ. لو احنا مستعجلين بيكون قبلها كده بساعتين، بس بجد بجد تتبلوها كده بتدي طعم حلو جدا الفراخ المحشيه. خلاص كده خلصت الفرخه بتاعتي، بغطيها بالبلاستيك راب، وبسيبها زي ما قلت لكم ليله كامله في التلاجة لحد تاني يوم. وبعد كده هبدأ استخدمها. خلاص كده، بعد كده تاني يوم بعد مرور حوالي 24 ساعة ببدأ أجهز الرز اللي هحشي بيه الفرخة. عندي حلة على النار فيها سمنة وزيت، ببدأ أنزل ببصلاية متقطعة قطع صغيرة، ببدأ أشوحها كويس جدا. عايزة البصلاية كده تاخد لون. في الوقت ده بكون مقطعة الكبد بتاعتي قطع صغيرة، وممكن كمان لو حابة أحط معاها القوانص كده بنستخدمها، مفيش أي مشكلة. أنا عشان متوفر بس عندي الكبدة استخدمت الكبدة بس. شايفين؟ أول ما تاخد اللون ده ببدأ أنزل بالكبدة متقطعة قطع صغيرة. الفراخ اللي احنا نحشي بيها، اللي احنا نحشيها يعني الفراخ البيضة او الفراخ البلدي ما تكونش كبيرة في السن، تكون صغيرة كده. يعني الفراخ البيضة اللي انا استخدمتها كانت حوالي كيلو 100، بيكون الوزن ده حلو جدا. وكمان لو كانت 900 جرام او كيلو كمان بتكون حلوة خالص. اهم حاجة ما يكونش وزنها كبير. وكمان هنعملها مع بعض بطريقة حلوة جدا. وبعد كده ببدأ انزل بالملح، وبعد كده هبدأ انزل بالفلفل اسود، كزبرة ناشفة، واشوحه مع بعض كويس جدا. بعد كده هبدأ انزل بالرز. ده رز مصري مغسول مش منقوع، بشوحه كويس جدا مع الكبده. انا هنا عامله كميه كبيره من الرز عشان خاطر استخدمه كده، يعني بنحب ناكله كده بعيد عن الفراخ كمان. ببدا انزل عليهم بميه مغليه، يا دوب الميه بتغطي معايا الرز. اول ما بيتشرب ببدا اهدي النار وبسيبه كده لحد ما يستوي نص سوا، وبعد كده بستخدمه للفراخ.
والرز اللي بيتبقى معايا بسويه سوا كامل، بجد بجد بيكون حلو جدا. بقدمه بالشكل اللي انتوا شايفينه، طريقته سهله وبسيطه ما بياخدش وقت مننا خالص. انا هسوي الفراخ المحشيه بتاعتي في الكيس الحراري، بحب اعملها كده خلطه بتكون عباره عن بطاطس، بصل، فلفل رومي. وابدا اتبلهم بملح، حوالي ربع معلقه من الفلفل الاسود، وحوالي ربع معلقه من الكزبره الناشفه، وحوالي ربع معلقه من البابريكا. نستخدم البهارات اللي احنا عاوزينها. بعد كده بقلبهم مع بعض كويس جدا. عايز الخضار كده يتشبع كويس جدا بالتتبيله. وبعد كده بركن الخضار بتاعي على جنب، وابدا احشي الفرخه زي ما انتم شايفين. بحشي بطن الفرخه كويس جدا. اهم حاجه ان احنا يعني ما نكترش الحشو خالص، يعني نسيب جزء كده عشان خاطر لسه الرز هيستوي، هيكمل سواه في الفراخ. شايفين بيكون بالحجم ده. دلوقتي هبدا اقفل الفرخه. عندي خيط ببدا اقفلها. ممكن استخدم خله، بس انا ما بحبش استخدم الخله، بحب استخدم الخيط بيكون احسن عشان خاطر مش عايزه الرز كده يخرج منها. اول طبعا ما الفرخه بتستوي بنتخلص من الخيط، بنشيله على طول. تحسوا كده دكتوره في نفسي. بجد حلوه جدا. انا بحب على طول لما بعملها، يعني بشويها، بحب اعملها على طول بنفس الطريقه كده. او كمان لو هنسلقها في الميه بنعملها بنفس الطريقه برضو علشان خاطر الرز ما يخرجش منها. تمام كده. وبعد كده هبدا احشيها من الجزء اللي من فوق زي ما انتم شايفين كده. وببدا كده عندي الدبوسه، ببدا بالخيط اربطهم كده مع بعض عشان خاطر يبقى شكلها كده حلو وهي بتتشوي. وعندي الكيس الحراري، ده كيس يعني كيس حراري بنستخدمه في الفرن، مش اي نوع كيس، لازم يكون كيس حراري. وبعد كده بجيب الكيس وبحط له حوالي كده معلقه من الزيت، وابدا اقلبهم مع بعض كويس جدا. ممكن كمان نحط معلقه من الدقيق واحطه كده في صينيه. في الوقت ده بيكون الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 200. هبدا انزل بالخضار جوه الكيس زي ما انتم شايفين، واظبطهم كويس جدا، وبنزل بالتتبيله المتبقيه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدا انزل بالفرخه. وبعد كده ببدا اقفل الكيس، اقفله كويس جدا، يكون جايه معايا كده القفل بتاعها زي ما انتم شايفين. بدخلهم في بعض وبشد جامد، وبدخلها الفرن. بتاخد معايا حوالي ساعه وبتكون استوت، بتكون بالشكل اللي انتم شايفينه. واعمل لهاش اي حاجه، بتاخد اللون اللي يعني من اللون من كده بتاخده من الفرن. بجد بجد تحفه جدا، واللون بتاعها بيكون جميل زي ما انت هتشوفوه معايا. بجد تحفه جدا. وبنعمل كده فتحات في الكيس. عايزاكم تجربوا الطريقه دي، طريقتها سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت مننا خالص. وزي ما قلت لكم كمان بيكون حلو جدا في عزومات رمضان. بعد مرور ساعه بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين اللون جميل ازاي؟ بجد بجد تحفه جدا. اللون ما حطينالوش اي حاجه، اخدت اللون كده من الفرن. بنرش عليها كده رشه من الخضره عشان تكسر معايا اللون وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه. بجد بجد حلوه خالص، طريقتها سهله وبسيطه ما تاخدش وقت مننا خالص. وزي ما قلت لكم بتكون حلوه جدا في عزومات رمضان. اتمنى كده ان هي تعجبكم. ولو عجبتكم متنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. متنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات تحت الفيديو. اشوفكم على خير فيديو جديد. مع السلامه، في حفظ الله.